السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم التوميه اللي بيجيبيها الجاهزه من المحلات. بس دي التوميه الاصليه، بتاعه المحلات اللي هي الكبيره، والمحلات اللي هي السوري. انا هعملها لكم بطريقه سهله جدا وبسيطه. انا معايا هنا حله احط فيها كوبايه ونص من الميه. انا بعمل كميه كبيره شويه بحطها في برطمان، وقت ما بحتاج بطلع منها. هحط هنا كوبايه ونص من الميه على 3 معالق كبيره ونص من النشا. وطبعا هقلبها، هقلب النشا في الميه كويس قوي قبل ما ارفعها على النار، عشان ما تبقاش متكتله معايا. انا عايزه قوام كريمي حلو جدا. اقلبها بالطريقه دي كده. بعد كده هرفعها على النار. اول ما تبتدي الخليط هيغلي معايا، هوطي عليه النار وافضل اقلب فيه لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي انا عاوزاه. هنا بدأ ان هو هيتقل معايا. وطيت النار كويس قوي وفضلت اقلب فيها لحد ما وصلت للقوام ده اللي انا عاوزاه، وبعد كده قفلت النار. هقفل النار واقلب فيها، لان هي لو قفلت النار وما قلبتيهاش بتتكتل. وهسيبها لحد ما تبرد. وهنا معايا 4 فصوص من الثوم ونص معلقه صغيره من الملح. طبعا الملح بيبقى على حسب ما انت تحبي الحدوقيه بتاعته تبقى عامله ازاي. وهنا معايا ربع فنجان صغير من الخل وربع فنجان صغير من الزيت. ده مقدار 3 معالق كبيره. ونص كوبايه من اللبن. انا هنا اللي هو الصوص النشا بتاعي، بعد ما برد خالص هحط عليه المكونات السائله بتاعتي، الزيت والخل. واحط عليه اللبن. الثوم طبعا قبل ما احطه هفرمه كده اهو، عشان لما اجي اطحنه في الكب يبقى سهل معايا. وحطيت الملح. وهجيب ربع كوبايه كده من الزبادي وهزودها للخليط. الاول هقلب المكونات بتاعتي بالطريقه دي. بعد كده هجيب ربع كوبايه من الزبادي، وهحطها باقي المكونات بتاعتي. وهقلبها. انا بقلبهم في الاول عشان لما اجي اطحنهم في الكبه يطحنوا معايا بطريقه سهله. بعد كده هجيب المطحنة اللي هي بتاعة الخلاط دي. وهاخد كمية كمية وهطحنها عشان تديني القوام السائل الكريمي اللي انتي بتجيبيه من بره. وده كده بيبقى شكلها معايا بعد ما عملتها في المطحنة بتاعة الخلاط. شايفين القوام كريمي معايا، مش باين فيه اي حاجة. يعني التوم كمان اما فرمته وجيت عملته في مطحنة الخلاط مفيش اي حاجة باينة فيه. قوام كريمي جميل جدا وسهل. ده كده الكمية بتاعتي كلها بعد ما خلصتها. هي طبعا دلوقتي بتبقى سايلة معايا شوية، بس انا مدخلها في التلاجة واجي اخرجها بيبقى نفس القوام التقيل اللي انتي بتجيبيه من بره. بيبقى جميل جدا وطريقته سهلة جدا وبسيطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو اول مرة تشوفي الفيديو ما تنسيش لايك الفيديو واشتراك القناة.